هذا اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي بدبي، هنا في المركز التجاري العالمي الذي يحتضن هذه القمة الإعلامية العربية التي تشهد توافد كبيرا لوسائل إعلامية عديدة ومتنوعة. الاختلاف في اليوم الثاني هو حضور أكثر لوجوه إعلامية بارزة ومعروفة، وأيضا حضور أكثر لوسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة. هناك ندوات كثيرة، هناك نقاشات، هناك أيضا احتفالات بهذا المنتدى وهذا الصرح الإعلامي الكبير وهذه الفعاليات التي تشهدها دبي في سبيل إثراء المشهد الإعلامي محليا وعربيا. شباب كثر متواجدون اليوم في سبيل النقاش حول وسائل الإعلام البديلة وشبكات التواصل الاجتماعية التي تغزو الميديا الجديدة الحديثة نوعا ما. نتمنى النجاح لهذه الدورة الإعلامية الرائدة، ونتمنى أيضا أن تكون هناك ملتقيات وندوات أكثر تشهد تواجد وتهافت شبابي على كل هذه الوسائل الإعلامية في سبيل النهوض بالإعلام العربي. كان معكم كريم كريدة من المركز التجاري العالمي بدبي، وهنا المنتدى والقمة العربية للإعلام بدبي.